لو سمحت انا بتكلم يا استاذ، لو سمحت انا بتكلم. ايه اللي فتح باب المدرسه؟ لا حضرتك احنا لسه احنا الطابور خلاص 8 الا ربع. شويه هنجيب عيش. خرجت امتى؟ بعد الطابور يا استاذ راحت تجيب عيش، احنا عايشين في طابونه. حضرتك احنا عايشين في طابونه حضرتك. انا سؤالي واضح، دي دخلت المدرسه ازاي قدام ولي امرها وخرجت؟ عارفه يعني ايه عروسه زي دي تخرج بعد ما ولي امرها جه لغايه هنا؟ يعني ايه استلموا يا فندم؟ يعني ايه اللي حضرتك بتقوليه؟ يعني انا مش فاهم اللي حضرتك بتقوليه. فورا شكرا. حل النيابه فورا وافاد بنتيجه هذا التحقيق. حضرتك اليوم الدراسي بدا، الباب ده مقفول ما يتفتحش ومفتاحه في ايدك. انما نسيب عرايس زي دول، نسيب حضرتك عرايس زي دول انا المهم الشارع؟ لا طبعا ده انا جايبهم من على الناصيه من بره. هم بيدخلوا يا دكتوره فين مسؤوليتنا؟ هم مسؤوليه حضرتك. انا فاهم ان هم بره الشارع النهارده، دي مسؤوليه حضرتك. استاذنا العظيم انا بتكلم غلط؟ والله انت راجل محترم فعلا، دي امانه يا اخوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فطالما ربنا حطك في مكان فانت مسؤول عن المكان ده وهتسئل عنه يوم القيامه. فما ينفعش ان انت تفرط فيه ولا تقول عادي بقى مش ليا دعوه وانا كده كده انا عندي اشغال تانية وعندي حصص. لا، انت مسؤول عن كل البنات اللي عندك في المدرسه قدام ابوهم وامهم من قبلهم قدام رب العالمين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا وسد الامر لغير أهله فانتظر الساعة. إن الواحد يتعين ويتحط في مسؤولية هو مش أهل ليها، لا ما ينفعش. انا ما بتهمش الاستاذه صاحبه المدرسه او المديره او الست اللي هي او كانت واقفه ديت، لا خالص. ولكن انت عندك مسؤوليه، واللي غلطك مش انا وانما الراجل المحترم اللي قدامك هو اللي غلطك، هو رئيسك اكيد يعني، وانا مش هفهم اكتر منه. فانا احب اقول له جزاك الله كل خير، ويا ريت كل واحد مسؤول يبقى زي حضرتك كده ويراعي ربنا في شغلانته. ساعتها والله هتلاقي الدنيا كلها ينصلح حالها. البنات دول كان فعلا ممكن يحصل لهم اي حاجه بره في الشارع، ممكن حد يخطفهم. فانت ما ينفعش انت تطلعي بنت ابدا بعد ما ابوها وامها يدخلوها المدرسه عندك بواقع ان هم خلاص تحت سيطرتك وتحت مسؤوليتك، وبعدين هم يمشوا مطمنين من هنا يفاجئوا يلاقوا بنتهم اتخطفت ودي خدوا اعضائها ودي ضحك عليها. لا لا. شكرا جدا جدا يا سياده المحافظ المحترم. ما تنسوش بقى تدعوا للراجل المحترم ده تحت في التعليقات، وتصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام.